هل الدهب فعلا وصل بل كسر 6500 جنيه؟ الناس في مصر بتسأل هو ده حصل ليه؟ وهل في حاجة حصلت عندنا في مصر بتبرر زيادة الدهب دي؟ خليني أقولك في الأول إن الدهب هو يعتبر الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في حالة حدوث أي توترات سياسية أو اقتصادية سواء في مصر أو على مستوى العالم. وعلشان نعرف الموضوع ده خلينا ناخد طيارة ونروح على أمريكا ونشوف الأوضاع هناك عاملة إزاي، وهل في حاجة أثرت على الذهب هناك فبالتبعية أثر علينا في مصر. لو رحنا هناك هنلاقي إن في توتر ما بين جيروم باول وترامب على موضوع خفض الفايدة، وإن في حرب كلامية متبادلة ما بين الاتنين، وآخرهم في شهر 7 اللي فات، في أول شهر 7 لما ترامب وبخ جيروم باول ووصفه إن هو غبي عشان مش عايز يخفض الفايدة. بالرغم من التهديدات دي والتوبيخ دي، في 30/7 اللي فات لما اجتمع الفيدرالي قرر إن هو يثبت سعر الفايدة عند 4.25 ل4.5%، وده بغض النظر عن ضغوطات ترامب. بالرغم ان الفيدرالي لسه صامد قدام ترامب، الا ان المستثمرين بدأوا يقلقوا، لان هم عارفين ان ممكن الصمود ده ما يطولش لفترة كبيرة، وان جيرين باول اخره لحد نص السنة الجاية، وبعد كده هيتعين حد مكانه ممكن يوافق سياسات ترامب ويجي على هوا ترامب وينفذ اجنداته اللي هو عايزها بالنسبة لسعر الفايدة الأقل. والناس هنا او المستثمرين مش خايفين من سعر الفايدة ذات نفسه ان هو يقل، بس خايفين ان هو ما يكونش بناء على توجيهات اقتصادية، لان في العادي ان الدول بتقلل او بترفع الفايدة حسب الوضع الاقتصادي، بس قلقانين ان هو يكون على اسس سياسية، فبالتالي يأثر على التضخم، ممكن التضخم يزيد، او ان هو لما خفض الفايدة فالفايدة هتقل على السندات الحكومية، فبالتالي الطلب على السندات هيقل، وبالتالي الطلب على الدولارات هيقل، فالدولار سعره هيقل. ولازم نعرف ان المستثمرين هم اجبن حد في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها دي، لان هو حاطط فلوسه علشان يعظمها. فلو حس بمقدار 1% ان فلوسه هتخسر، لا، يقول لك انا احط نفسي في ورطة ليه؟ انا اشوف حاجة ملاذ امن احط فيها فلوسي تحفظ القيمة بتاعت فلوسي لحد ما اشوف الوضع الاقتصادي هيحصل فيه ايه، وبعد كده اعمل قرارات اقتصادية. فبالتالي بيتجهوا ان هم يحطوا فلوسهم في الذهب. وزاد برضو التين بل القانون اللي هو ترامب شرعه، اللي هو one big beautiful bill، وده اللي هو بيزود الإعفاء الضريبي وبيقلل الضرايب. وبالرغم ان هو من على الوش كده شكله حلو، ولكن الإيرادات الضريبية اللي هتيجي للحكومة الأمريكية هتقل، ان هو خفض الضرايب على الناس، فلازم الإيرادات دي تتعوض بحاجة تانية تمول الإيرادات دي، وده في الحالة بتاعتنا في أمريكا مش موجود، فبالتالي هيزود العجز الموازنة، فبالتالي هيزود الدين المحلي وهيأثر على سعر الدولار. فبرضو المستثمرين خايفين على فلوسهم، فيقول لك ليه نعمل كده؟ ليه ما نحطوش برضو في ملاذ آمن اللي هو الذهب؟ فكل الاتجاهات عمالة تروح ان احنا نحط فلوسنا في الذهب، نحافظ على فلوسنا ونحطها في الذهب، بلاش استثمارات تعتمد على سعر الدولار. ولو جينا بصينا للأرقام وشفنا إن صافي النقد، يعني صافي الإيداع أو صافي التدفقات النقدية اللي داخلة في صناديق المؤشرات اللي هي مدعومة بالذهب، هنلاقي إن هي عمالة تزيد بشكل كبير جدا لحد ما وصلت ل360 مليار دولار. ونفس الصناديق دي اشترت في شهر سبتمبر بس 100 طن من الذهب، وبقى معاها أكتر من 3800 طن من الذهب، وهو رقم كبير جدا. ولو بصينا برضو على الوضع بتاع المحافظ المالية، هنلاقي إن الوضع الكلاسيكي كان إن هو يبقى 60% أسهم، 40% سندات. بس الاتجاه اللي بدأ يظهر في أمريكا دلوقتي إن هم بدأوا يقولوا لا، إحنا عايزين يبقى 60% أسهم، 20% سندات، 20% ذهب. ولو جينا بصينا للأرقام الحالية من بنك اوف أمريكا، هنلاقي إن هو بيقول إن مديرين المحافظ المالية بيحتفظوا بالذهب بمقدار 2% بس من المحفظة. فتخيل معايا من 2% ل 20% الضغط هيبقى على الذهب شكله عامل إزاي، وبالتالي هيأثر على أسعار الذهب إزاي.
والموضوع ما بيقفش عند المستثمرين بس، لا هو الموضوع اكبر من كده، بيوصل للبنوك المركزية، لان البنوك المركزية بتزود برضو من احتياطي الذهب بتاعها علشان لو حصل اي ازمة على مستوى العالم، سواء بقى في حروب، سواء في اوبئة او ايا كان. ولو جينا في اخر 3 سنين هنلاقي ان البنوك المركزية بتزود الاحتياطي بتاعها بمقدار 1000 طن من الذهب سنويا. يعني اخر 3 سنين حوالي 3000 طن، وده رقم كبير جدا، وده بيستولي على خمس الانتاج العالمي من الذهب، وده بيشكل برضو ضغط كبير على الذهب. فزي ما احنا شايفين ان كل الحاجات بتقول ان الذهب الناس بتحط فيه فلوسها والطلب عليه بيزيد، فبالتالي سعره بيزيد، وده هو السبب اللي بيأثر على سعر الذهب عالميا. فبالتبعية واحنا مش مفصولين عن العالم، بيتأثر عندنا احنا كمان. فهل انت لسه شايف بعد اللي احنا بنحكيه ده ان احنا نخلينا في نفسنا بس ونهتم باللي بيحصل عندنا وملناش دعوة باللي بيحصل بره؟ وايه يعني احداث سياسية بتحصل بره او احداث اقتصادية بتحصل بره دي بعيد عننا؟ كل حاجة بتحصل حتى لو في امريكا اللي هي بعيدة عننا شوف الاف الكيلومترات بتأثر عندنا برضو. فلازم تثقف نفسك وتفهم المفاهيم الاقتصادية عشان تعرف تقرأ المشهد الاقتصادي، تعرف تاخد قرارات اقتصادية، تعرف تقرأ المشهد السياسي، وتعرف ان انت تفكر صح وما تبقاش زي الأطرش في الزفة. فخدوا بالكم من الموضوع ده، وتابعوني علشان تعرفوا كل جديد عن الأخبار الاقتصادية، ونحلل مع بعض المفاهيم الاقتصادية ونبسطها بشكل بسيط لكل حد عشان نفهم ونتعلم ونبقى واعيين. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.